قبل ما ياخد يدي. شكرا جزيلا اخوي جلي. محمد، نحن وقفنا في الحته بتاعت انه هو الموقع اللي كان معروف وموجود اللي هي كوره دوت كوم. تمام، وجزء من الموقع ده اللي هو بعد ده بقى منتديات كوره سودانيه. عاوزين نشوف المراحل التطور بعد ده بقت للمنتدى من خلال الناس ما عرفوه التطور اللي حصل شو الموقع ده. طيب يمكن في حته قبل ما نتكلم عن مراحل تطور المنتدى. الانترنت طبعا في السودان يعني بدا بالتدرج، يعني يمكن الناس شويه شويه كده بقت تدخل فيه من خلال تناول، يعني يمكن الشباب بعد شويه، الناس المهتمين بالرياضه وغيره. المنتدى طبعا بالتاكيد اخذ وقت لحد ما انتشر، لكن ما كان يعني بالوقت الطويل. في حاجه يمكن لجأنا ليها بعد ما احنا عرفنا انه في منتدى كوره سودانيه ودخلنا فيه. الاعضاء يعني الاعضاء كانوا بسيطين. فكرنا انه نعمل لقاءات بين الاعضاء، يمكن كانت خارج المنتدى، وعملنا من خلالها يمكن كان في افطارات جماعيه في رمضان، وكنا بنتلاقى مثلا نعمل لقاء مثلا اذا كان في واحد من الاعضاء من خارج الوطن. يعني حتى المشاركات، يعني احنا الان معنا من خلال شاشه البلازم الان الموقع برضه في مشاركات بالنسبه للناس متابعين متابعين الحلقه هسي لايف هم طبعا، وبكونوا يعني أوكي. في دردشه كده وفيها بعض المشاغلات عشان موجودين. تمام. فممكن انا بعتبر انه انتشر الموقع من خلال الاعضاء نفسهم. كل واحد طبعا بيكلم صديقه انه في موقع بيتكلم عن الكره السودانيه، وبيتلاقوا فيه كل الناس وبيتناقشوا من خلال الاحداث الرياضيه. بعد كده اللقاءات هي كانت برضو مهمه. الناس بتتلاقى وبتعرف بعض اكثر، بتقرب من بعض، بيكون في رباط اجتماعي بين الناس. وفكرنا في انه يكون عندنا زي ما قلت لك دور مع اصحاب القرار. في فتره من الفترات برضو يمكن دعينا كل الصحف الرياضيه ووجهنا لها دعوات في اللقاءات بتاعتنا الاجتماعيه دي والافطارات وكده، باعتبار انه برضو ما ننسى الصحافه او الاعلام الرياضي. تمام. يعني هي برضو واحده من العناصر المهمه في كره القدم او في الرياضه بصوره عامه. وحبينا انهم هم برضو يكونوا مشاركين معنا من خلال المنتدى. حسيت انه في دعم منه هون وتواصلوا معاكم، يمكن يودوكم ببعض الاخبار والاحداث المختلفه برضه في شراكه؟ والله من خلال تعاملنا انا شعرت انه هم حتى بيقولوا لنا انه يعني كل الاخبار الرياضيه هم بياخذوها من المنتدى، مش من المنتدى، من الموقع. موقع كوره، لانه زي ما قال فراس انه الموقع بيديك اخبار حيه ومن كل انحاء العالم. يعني في دوري انا مره بفتح لقيت الدوري الالماني اللي حي ما عارف شنو كده الدرجه الرابعه، يعني مش الالماني، يعني في حي في كده يعني. فما تخيل يعني هم والاهداف بيجيك لحظه باللحظه وكرت اصفر والشوط الاول انتهى وكده. فغير الاخبار اللي بتجي لايف، كل الاعلاميين هم يعني من خلال تعاملنا معاهم هم بيقول لك احنا الموقع ده بناخذ منه كل الاحداث والاخبار الحاليه دي. وبالتالي هم لازم يعني احنا حبينا انه يكون في التعامل بيننا وبين الصحفيين وبين الاعلاميين. في من طبعا تقبل الفكره، وفي من يعني يعتبر انه برضه دي حاجه ممكن تكون منافسه، وفي من ما يقبل بالفكره اصلا يعني. تمام. الحاجه الثانيه المهمه يمكن الناس شعرت انه في جديه من خلال تعامل الاعضاء، يعني بيكون في اجتماع مثلا في الاتحاد العام، بتلقى في واحد من اعضاء المنتدى موجود داخل الاجتماع، هو لا صحفي ولا عنده بطاقه ولا غيره، لكن بياخذ الخبر وبينقله مباشره من موقع الحدث. يمكن بتنافسنا بس الاذاعه الرياضيه في نقل الاحداث اول باول، لكن هم بينقل لك الحدث من القاعه مباشره باللابتوب لكل الناس الموجوده اللي بتتابع الاخبار المنتدى. طبعا سودانيين داخل السودان وسودانيين خارج الوطن، وبالاضافه لاخوه الاشقاء من الوطن العربي، من كل الدول العربيه اللي المتابعين للحركه، تابعين للحركه الرياضيه السودانيه. تمام. طيب يبقى سؤال مهم جدا، انت يمكن نقلتنا مباشره الى الناس اللي خارج السودان، وطبعا والتواصل بيبقى بين الناس انه عاوز تعرف المعلومات اول باول داخل يعني البلد، صح؟ فده انا اشوف عضويه الناس في لما يشتركوا خارج السودان بيتم كيف؟ يعني مثلا انا خارج السودان مثلا في الامارات، في شرق اسيا، عاوز يشارك في المنتدى، العضويه بيتم كيف؟ الوضع بيتم بطريقه عاديه جدا جدا زي ما احنا اشتركنا فيها، انه انت بتعمل اكونت او حساب لروحك، بتختار يا اما اسمك الحقيقي يا اما اي اسم مستعار تدخل به المنتدى، وبيكون عندك كلمه سر. بمجرد ما تم قبول عضويتك باسمك الحقيقي والمستعار وكلمه السر، انت بتبقى بعد كده عضو من اعضاء منتديات كوره بشكل عام. وانت كمهتم بالكوره السودانيه بتبقى يعني اكيد بتركز كتاباتك واي حاجه على منتدى كوره سودانيه. لكن في نقطة مهمة يعني درجة أقولها تاني، أنت قلت إنه الناس برا السودان
يعني بيكون داير يتابعوا اخبارنا. تمام. هم ذاتهم بيمدونا بالاخبار. كيف؟ يعني مثلا اليومين ديل الهلال معسكر في قطر. تمام. نحن عندنا لو مهما عطى بس لو فتحها عشان تكون مع الساده المشاهدين في الشاشه، انه في تغطيه لايف بالصوره لمعسكر الهلال من اول يوم الهلال وصل فوق قطر الى حتى تمرين اليوم الظهر اللي هو افتكر كان اخر تمرين للهلال قبل ما يرجع السودان. ديل الشباب اللي معانا في المنتدى وهم اساسا من يعني قاعدين في قطر، مقيمين في قطر. فقبلها المريخ لما كان معسكر في الامارات برضه كان في عدد من الاعضاء هناك في الامارات كانوا بيمدونا باخر وكافه اخبار تفاصيل معسكر المريخ ومع صور المباريات الوديه اللي لعبوها التيمين كويس بيدوها لنا. فبتبقى كده يعني نحن بنمدهم باخبار السودان، هم اكيد مشتاقين للسودان دايرين في اخبار السودان، وفي نفس الوقت هم بيدونا بالاخبار اللي عندهم لما يكون عندنا بعثات خارج الوطن في دوله يعني فيها اعضاء ومشى لها واحد من اتيامنا قاعد فيها. تمام. مره حصل لي انا كنت مرافق لاحد البعثات السودانيه، كنا مسافرين عن طريق الدوحه. فكنت سعيد جدا انه وجدت استقبال اكثر من رائع لاخوه اشقاء، يعني ما حصل شفتهم قبل كده الاقتبيهم زي ما قال كابتن محمد عاطق بالكيبورد، انا يعني ما حصل شفتهم حتى قبل كده. لقيتهم منتظريني في المطار، كان الكونكشن في مطار الدوحه، لقيتهم منتظريننا هناك ويعني كان استقبال والناس. ايوه حاجه جميله حاجه زي دي. تخيل انت بس يعني زول انا بعرف له يمكن 3 سنين لكن الاقتبيه كلها عبر الكمبيوتر والانترنت والكيبورد وما حصل شفته ولا شافني، لكن القاهم مستقبلني وبالاحضان ويعني ونتونس ونضحك وكده، فحاجه جميله جدا. طيب برضه نشوف عادل، يعني انت دخلت على الموقع ده باسم مستعار ولا عادل؟ لا انا في الحقيقه في الاول دخلت باسم مستعار، لكن تاني مع مرور الوقت غيرت لاسمي الحقيقي. افتكر انه احسن الزول يكون متعامل عادي كده مع الناس باسمه الحقيقي عادي. طب بتحس مرات يعني الناس يعني مثلا كتاباتي جريئه وحاسس انه والله كتاباتي زي ما بيقولوا ما فيها حديه يا محمد، فبقوم بكتب اسم مستعار كده، يعني بانه انا قلت اسمي الحقيقي ممكن استفيد من الناس، تستفيد من كتاباتي صح؟ طبعا ممكن وانت غيرت ليه طوالي ابتديت مستعار وغيرت؟ والله انا بس يعني مع الوقت كده يعني لقيت انه فرصه، يعني انه الزول يشارك باسمه احسن افضل. افضل يكون مع الناس كده، ويعني الزول كسب مجموعه كبيره جدا من الاصدقاء من خلال المنتدى، فخير الواحد يكون باسمه عادي يعني. حتى في الجانب بتاع البيانات بخط البيانات الحقيقيه لحد رقم الهاتف، رقم العنوان بتاع المنزل كده كامل يعني. تمام. كامل رقم المنزل كامل. تمام، يعني ممكن يوصلوك ما في مشكله. عادي جدا. طيب في نهايه عبر كل نهايه مباراه يعني بتقوم تكتب تحليلاتك على المباراه يعني؟ والله انا غالبا بميل للردود اكثر من المواضيع. للردود. ردودك كيف؟ ردودك كيف؟ والله انا هلالاوي متعصب شديد طبعا. انا هلالاوي متعصب شديد. يعني لما ردودي تحس انه الناس كاتبين في اتجاه الهلال بتقوم ترد طوالي عليهم. والله شديد. لا صراحه عادل كان الهلال كان مريح. لا انا متعصب جدا والله. متعصب جدا. يعني يعني انا بخش المنتدى غالبا يعني طوال ساعة النهار بحكم شغلي يعني. تمام. فبعد مرات كده الواحد مع ضغوط الشغل مع ضغوط هنا بيلقى موضوع كده كمان بيجاي يكون فيه هبشين فيه الهلال ولا حاجة. فالواحد شوية كده لكن بيرجع يعني بيحاول يعني انه يعني دايما يعني ما يتجاوز حتات معينة كده يعني. طيب انت مرات لما تحس انه مثلا يعني بعيدا عن التعصبيه، طب انا هلالابي متعصب هلالابي، بتحس انه كتاباتك كلها بس في الاتجاه ده يعني صح؟ يعني ما بتحس انه انت بتخدم مثلا في مجموعه من الناس من خلال يعني تحليلك او ردودك بالنسبه لكل الناس اللي بيكتبوا في المباراه؟ لا بكتب عن المنتخب، بكتب حتى عن المريخ ذاته. بعض مرات الواحد بكتب عادي يعني. انا تقريبا ما قاعد اميل للمواضيع، لكن معظم مواضيعي يعني طابعه جدي. معظمها يعني طابعه جدي شديد. يعني بتناول مواضيع مهمه. يعني بتناول بعض مرات الاعلام الرياضي، سلبيات الاعلام الرياضي، صحف المنتخب الوطني، دور الدوله، دور الاتحاد العام. يعني دائما كتاباتي مصبه تقريبا عن المنتخب. عن المنتخب عموما. كويس جدا. طيب محمد، يعني بعيدا عن التعصبيه في هلال المريخ، دائما الناس اللي بيكونوا مشاركين في المنتدى تحس انه كتاباتهم في الاتجاه ده، يعني مثلا المريخ اتغلب تحس انه الكتابات كلها بشكل كبير موجهه كده باعتبار انه والله يا اخي الان الكوره كانت كده ما في حلول، يعني